السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحة واحسن حال، اللهم امين. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. لو لسه اول مرة بتشوفيني متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يصلك مني كل جديد وتشوفيني دايما. النهارده بقى الروتين بتاعنا يوم السوق. بصراحة بحب كده اصور معاكم علشان خاطر تتشجعوا وتاخدوا كده باور. الناس بقى اللي بتنزل السوق كل اسبوع زي انا، ساعات بنزل كل اسبوع، ساعات كل اسبوعين، يعني ماليش فترة محددة، ساعات كمان كان كل شهر بجيب حاجتي يعني بالشهر وكده. بس المرة دي نزلت بصراحة جبت حاجة الأسبوع كانت ناقصاني، فقلت كده قبل ما انزل اغسل التلاجة. بحب كده لما اجي من السوق تكون التلاجة نظيفة، بحيث ان انا في خضار اغسله تمام، والخضار اللي انا مش هغسله هحطه برضو في التلاجة، والتلاجة تكون نظيفة. فالرفوف كده بتاعت التلاجة كانت المرة دي محتاجة ان هي تتغسل تحت المية يعني. ساعات برضو ما بتحتاجش ان هي تتغسل، وبعملها كده بالجلانس وبالمناديل بتروح زي الفل. هنا بقى كنت نزلت وجيت جبت كده شوية حاجات بسيطة. جبت طماطم وجبت خضار، يعني جبت قلقاس وجبت كمان سبانخ بس تقريبا ما صورتهاش معاكم، وجبت رز ومكرونة، يعني اللي هي الحاجات بتاعة الأسبوع كده. وجبت كمان شاي. القلقاس بقى أنا بحب كده أجيبه بقطعه بس ما بغسلهوش، بمسحه كده بمناديل أو بفوطة نظيفة، وبحطه في التلاجة وفي الفريزر قصدي، وبيطلع طعمه حلو جدا مفيهوش أي حاجة. بصراحة السبانخ لسه أول مرة هعملها، يعني أجرب كده إن أنا أحطها في الفريزر وهشوف الطعم هيطلع عامل ازاي. ان شاء الله هعمل معاكم كده فيديو تفريزات. يعني طبعا الخضار دوت التوقيت بتاعه حلو قوي في الشتاء، فقلت ان شاء الله كده هجيب معاكم الخضار وهعمل معاكم تفريزات باذن الله. وكمان الطماطم رخصت يعني، الكيلو ونص ب10، فبرضه هجيب كده كمية واشيلها بقى رمضان، علشان خاطر يعني يبقى الاكل كده سهل علينا في رمضان. الناس اللي بتحب كده تعمل صلصة الخضار برضو مثلا زي البزلة، تفصصها كده وتحطها في الفريزر. البزلة بصراحة هي احلى حاجة بتتخزن، لان تخزينها سهل قوي. يا دوبك انتي بتفصصي البزلة بتغسليها وتحطي عليها الجزر وتحطيها في الفريزر. ما بحطهاش بصراحة في مية سخنة ولا اي حاجة، وبتقعد ممكن من السنة للسنة ما بيحصلهاش اي حاجة. السبانخ برضو سألت ماما قالت لي ان هي بتعملها بتشوح كده بصلاية وبتنزل عليها بالسبانخ لحد ما تنزل ميتها تماما، وبعد كده بتروح سايباها تبرد، وتحطها برضو في كيسة او مثلا في علبة، اي حاجة انتي متوفرة عندك، وبتحطها في الفريزر. انا المرة دي هعمل معاكم تفريزات. كان نفسي بصراحة اجيب العلب ديت، بس انا الفريزر عندي محطوط شوية عشان صغير، يعني ما ياخدش كمية العلب ديت مع الاكل الشهر كمان. فالانسب ليا ان انا بحط في اكياس، الكاس اللي هي زي كاس اللبن كده. باذن الله ممكن على الفيديو الجاي او اللي وراه بالكثير قوي هيكون التفريزات دي باذن الله. هنا بقى جبت كده الرفوف بتاعت التلاجة. في ناس برضو بتسألني التلاجة بتاعتك حلوة ولا لأ، ونوعها ايه. انا التلاجة بتاعتي نوعها فريش، هي حلوة. هي تلاجة بتتقلب تلاجة وبتتقلب ديب فريزر، يعني هي لحد الآن ما شاء الله شغالة معايا كويسة. بس ما بتحتاجش حمل تقيل، بمعنى ان الرفوف بتاعتها ضعيفة شوية. مش ديت التانية اللي هو بيتحط فيها المية وكده، الرف اللي هو بتاع المية، وفي رف تاني فوق برضو فوقيه. بحس يعني قطع الغيار بتاعتها مش محملة، مش جامدة، فمحتاجة حرص شوية. هنا برضو جبت هما رفين بس اللي في التلاجة، وكان الرف التاني اللي فوق دوت انا بفك فيه اللحوم بقى او الخضار. لو من بالليل ولا حاجة بحطه في الرف ده، بقوم الصبح بلاقيه فاكك وكويس. وهي التلاجة بصراحة كنوع حلو قوي، والموتور بتاعها كمان ال جي. بصراحة اللي خلاني ان انا جبتها ان بسبب ان الموتور بتاعها ال جي، فهي الحمد لله الحمد لله لحد الان كويسة معايا، ما فيش اي مشاكل يعني. قولولي بقى كده، انتوا بتحبوا تعملوا يوم السوق زي كده، بتحبوا تخلصوا اللي وراكم الاول وبعد كده تنزلوا ولا لا؟ انا طبعا قبليها بكون منضفه الشقه كلها، وزي ما قلت لكم ساعات كمان التلاجة، وساعات التلاجة قبل ما انزل يعني الصبح. وكمان المنظمات، يعني متنسوش كمان برضو تغسلوا كده المنظمات
صراحة المنظمات ديت عملية جدا جدا جدا، وبنصح اي عروسة تجيبها. عايزة اقولكم كمان ان في ناس بتحط فيها مثلا، بتحطها في التربو، بتحط فيها البطاطس والبصل برضو حلوة قوي، بس انا بصراحة التربو عندي ما اخدش المنظمات دي. ان شاء الله هجيب له حاجة تانية، منظمات يعني تانية اصغر شوية هي استعملها كتير. ممكن كمان تحطيها برضو في ظرف كده الخزين، مثلا تحطي فيها المكرونة، الزيت، الخل، الملح، الحاجات بتاعة الأكل ديت يعني عموما حلوة، بتبقى شكلها كمان مرتب يعني في الضرفة، بدل ما الضرفة تكون شكلها مش ألطف حاجة. وكمان النهاردة عملت معاكم كمان ضرفة الخزين برضو كده. كملت الحاجة الناقصة فيها يعني في البرطمانات ديت، ومسحت كده برضو الضرفة وخليتها زي الفل. برضو الناس كتير بتجيلي تعليقات على الفيديو اللي فات على تنظيفات رمضان. يا جماعة والله لسه بدري، انا زي ما قلت لكم يعني لحد ما عندي الشقة نظيفة الحمد لله. مش هكذب عليكم واقول لكم ان الدرج بتاعة المطبخ كلها تمام، يعني في بعض كام ضرفة كده عايزة تتروق، بس سهلة يعني بسيطة، وباقي الشقة تمام ما فيهاش اي مشكلة. فاكيد مش ههدي نفسي من دلوقتي، وزي ما قلت لكم لسه شهرين على رمضان، احنا النهارده اول رجب، كل سنه حضراتكم طيبين. فلسه شويه، يعني ممكن مثلا على قبل رمضان بحوالي مثلا اسبوع ابتدي ان انا اعمل التنظيفات دي، اللي هو بقى التنظيفات اللي انا هعملها برضو هيبقى مثلا الدولاب، هبعت السجاد يتغسل، يعني برضو مش هتبقى تنظيفات قويه اوي، فاهمين؟ بعتذر بقى عن صوت ايلين، بس هي قاعده معايا يعني. هنا بقى كده برضو غسلت التلاجة من جوه. يستحسن ويفضل ان انتي ما تغسليش التلاجة وهي في يعني شغالة، افصليها تماما وبعد كده يعني اغسليها وبعد كده شغليها. ليه؟ علشان خاطر انا اتكهربت، فانا كل مره بصراحه بفضل انصحكم النصيحه دي وانا ما بعملش بيها، او بمعنى صح بقول يعني ايه، انا هخلص بسرعه بس مش هتيجي بيا مثلا، بس لا والله مش عارفه بتكهرب ليه. وعايزه اقول لكم بقى كمان ان انا هي ما كانتش محتاجه قوي ان هي تتغسل يعني بالصابون وكده، كان ممكن مثلا حبه جلانس وقماشه ومسحتها كلها، لان هي والله زي ما قلت لكم من جوه نظيفه. بس قلت بقى بالمره عشان بقالي فتره كبيره ما غسلتهاش كده. وهنا بقى الرف ده كان مضايقني شويه، فقلت افصل الكاميرا واشيله خالص واغسله وارجعه تاني. وهنا بقى كده كنت جيت من السوق، نزلت السوق وجيت وفطرنا. يوم السوق ده برضه عودي نفسك كده ان انتي تعملي حاجه خفيفه، علشان خاطر هو بيبقى تعب بالنسبه لي انا بصراحه. بيبقى تعب، اللي هو بقى بيبقى سوق، وطبعا باجي بيبقى عندي غسيل، اكل، ايلين. ف بحب كده اعمل اي وجبه خفيفه. بس انا بصراحه المره دي ما عملتش معاكم الاكل لاني كنت تعبت يعني، رصيت بقى الحاجه كلها، وكان التربو كمان محتاج كده يتنظم، نظمته برضو، فما قدرتش بقى اصور معاكم كمان الاكل. هنا بقى كده كنت جايبه رز، بس الراجل كان معبيه انصص، فقلت تمام مفيش مشكله، وجبت عدس، وجبت عدس بجبه، وجبت كمان عدس اصفر، وجبت مكرونات، وجبت ايه تاني، وجبت بتنجان. يعني جبت كده شويه حاجات كانت ناقصه البيت. وجبت شاي العروسه، بصراحه اول مره اجربه، دايما كنت بستخدم الورده بس ما لقيتهوش، فقلت تمام هجرب العروسه. وهنا بقى القلقاس اهوت. طيب هل انا بشيل السلق معاه؟ انا بصراحه جربت اشيل السلق في الفريزر، هو حلو، بس الكزبره بصراحه ما كانتش حلوه، يعني لازم تجيبيله الكزبره فريش. الجزر برضو بغسله وبقطعه، بحطه في الفريزر ما بيحصلوش اي حاجه، يعني ما بحطوش في ميه ولا حاجه، لا انا بحطه كده بقطعه وبحطه في كيسه على طول في الفريزر. والبصل باذن الله برضو، في ناس قالت لي كده على طريقة البصل، ان انا اخده نص تشويحة على النار واحطه في كيس كده محكم الغلق، بحيث برضو ان هو ايه يسهل علينا الاكل. فمش عارفة بصراحة، انا هجرب كده كمية بسيطة الاول، لو طلعت كويسة هعملها معاكم، لو ما عجبتنيش مش هعملها. وجبت كمان جبنة دومتي، وجبت بتنجان.
وهنا بقى كده جبت برضو المكرونات، كنت محتاجة كده برضو مكرونات، وكنت محتاجة شعرية. احنا بنحب الرز بالشعرية اكتر بصراحة من الرز الابيض دلوقتي، فالشعرية دي اساسية عندي خلاص. وجبت كمان مرقة دجاج ومرقة لحمة. مرقة اللحمة دي كمان بحب احطها على الكفتة، بتديها طعم حلو اوي. ومرقة الدجاج بحب اتبل بيها الفراخ برضو، بتدي طعم حلو. وجبت هنا الخضرة بتاعت السبانخ، الكزبرة يعني. وجبت كمان فلفل. زي ما قلتلكم جبت كده شوية حاجات بسيطة انا محتاجاها. وهنا بقى الطماطم قلت اغسلها. هقولكم دلوقتي ازاي بحفظ الخضار معايا مثلا لمدة اسبوع في التلاجة وما بيحصلوش حاجة. الطماطم الاول كده غسلتها. الطماطم انا مش هغلفها علشان خاطر استعمال يومي، وهو يدوبك اللي حبة اللي انا جايباهم دول 3 كيلو اللي انا جايباهم دول يدوبك على قد الاسبوع يعني. ممكن ساعات بيتفضل، بس ما مرضتش ان انا اغلفها بصراحه. زي ما قلتلكوا قيسي فيها كل يوم. وكمان جبت فيبا. قلت اجربه كده، فيبا مش مقاطعه. وجبت علبه سمنه الشمس الذهبيه. قلت اجربها برضو يعني اشوفها تبقى حلوه ولا لا. هنا بقى بوريكم ان المكرونه الكيس الازرق غير الكيس الاحمر، التسويه بتختلف. وكمان جبت كيس سكر. احسن حاجه تعملوها وانتوا نازلين السوق ان انتوا تكتبوا الطلبات بتاعتكم. انتوا محتاجين ايه عشان ما تجيبوش حاجه زياده، او ما تنسوش كمان حاجه. فلازم كده يبقى معاكم ورقه. بصراحه من يوم ما اتجوزت وانا ماشيه كده ان انا بكتب طلبات في ورقه، والورقه بتبقى معايا علشان خاطر لو نسيت حاجه ولا حاجه ابص في الورقه وافتكر. والكميات برضو يعني برضو انا بكتب الكميات. بصراحه بحب الورقه والقلم، بحيث ان انا ابقى عارفه الميزانيه بتاعتي، انا هنزل هصرف قد ايه وهجيب ايه ومحتاجه ايه ومش محتاجه ايه. فحلو قوي الورقه والقلم ان انت تكتبي كل حاجه انت عايزاها. في ناس كمان بتكتب بصراحه تقوم الصبح هتعمل ايه. انا ما بكتبش، بس ببقى عارفه ان انا هقوم الصبح هعمل مثلا النهارده هعمل كذا كذا كذا. فبرضو حلوه ان انت بترتبي يومك. هنا بقى الخضار، البتنجان دوت انا طبعا ايدي مش فيه كل يوم، فمش بحتاجه يعني كل يوم، وانا عايزاه يقعد معايا فتره. شايفين بقى المنظمات ديت بيبقى فيها فتحات ازاي. المنظمات اللي فيها فتحات احلى بكتير من المنظمات المقفوله. ليه؟ انا دلوقتي غلفته بالاسترتش، هيقعد معايا كده ممكن اسبوعين. لما بحتاج بشيل كده الاسترتش وبطلع مثلا اللي انا محتاجاه، وبرجع اغلفه تاني بنفس الاسترتش اللي هو كان مرفوع بيه. عايزين بقى تغلفوها مثلا واحده واحده غلفوا عادي، بس انا قلت لا، انا هغلفه كده وبيطلع معايا زي الفل مفيهوش حاجه. وبرده الفلفل نفس الحكايه، مش كل يوم باخد منه، ف هغلفه كده. وفي برضه تهويه. ويستحسن كمان ان انت تحطي تحتيه ورقه مناديل. لو حطيتي كمان ورقه مناديل بتخلي الحاجه عمرها يطول اكتر. وجبت كمان برضو كرتونة بيض. لو حابين بقى تعرفوا الاسعار وبقولولي برضو ان شاء الله اقول لكم الاسعار لما اجيب السوق يعني. ودي طبعا دولي حبيبه قلبي ما بتسيبنيش وانا بسجل حاجه. بصي قولوا لهم هاي. هاي هاي. هاي. عايزه بقى اقول لكم ان انا بسجل لكم دلوقتي الفويس، والجو عندنا شتا جامد جدا. مش عارفه بقى انتوا سامعين صوت الشتا ولا لا، بس انا قاعده يعني في اوضه فيها شباك. برضو العلبه بتاعت البيت دي حلوه قوي، بتاخد كميه يعني بتاخد حوالي 26 بيضه. انا مش عايزه اقول لكم يا جماعه العلبه دي كان عليها خناق ازاي انا وماما ايام ما جيت اتجوز، وجبتها برضو. وهنا كده برضو جبت المنظمات دي انا كنت جايباها اساسا قبل ما اتجوز يعني. عموما كانت بصراحه يعني قاعده معايا دلوقتي حوالي هو 3 سنين. لا جميله جميله ومخليه ظرف الخزين كده شكلها حلو ما شاء الله.
مش مكركبه ان انتي حاطه اكياس. فحلوه، انا بنصح بيها العرايس كلها. هنا بقى كده كملت برضو الرز، وهجيب المكرونه والشعريه. عايزه اقولكم حلوه قوي، وان شاء الله هجيب منهم تاني. احط بقى للبن وللسكر برضو، بدل ما بحط كيس السكر كده فوق بعضها. فزي ما قلت لكم انا بنصح العرايس بيهم جدا لانهم مهمين بصراحه. وفي كمان دلوقتي طلع اشكال تانية جديده فحلوين. هنا بقى كنت محتاره كده، مش شايفه الشعريه بقى. لازم نكون بحبه، يعني لازم نكون بحبه بره. هي المنظم ده كده انا كنت جايبه كيلو شعريه، اخد الكيلو كله، وكان في حبه كمان، يعني كان ناقص يتحط له حبه كمان. برضو هنا المكرونه، وما تخافوش مفيش حاجه هتنشف او هتبوظ والكلام ده، هي محكمه الغلق حلوه، يعني محكمه الغلق كويس. لو وصلتي بقى لحد هنا متنسيش تعملي لايك للفيديو وتعملي شير وتكتبي لي كومنت حلو زيك، علشان خاطر كده القناه تكبر باذن الله. هنا بقى كده كنت خلصت ورصيت بقى، بصوا وشلت ظرفة الخزين كلها. مسحتها برضو كده بالجلانس ورصيت الحاجة بحيث ان يبقى الشكل الاخير كده يبقى حلو. وهنا بقى الحمد لله كنت خلصت خلاص كل حاجة وخلصت. انا حاطه كده مع ظرفة الخزين، مع الخزين يعني بتاع الخلاط، لان الكبة مش عليها فوق، مش بستخدمها كل يوم. وجبت كده بقى اللي هي القارورة دي بتاعت الصابون السائل، اسمها حبيبة، انا اول مرة اجربها بصراحة. وهنا برضو كنت بوريكم الفيبة، انا كنت محتاجة الازازة دي عشان كده جبتها. وجبت كمان ليفة من المواعين، واحدة يعني هتبقى للمواعين وواحدة للبوتاجاز. وجبت كمان معطر كده صغير، بصراحة انا جربته بقى حاليا تحفة يا جماعة. هو سعره كان بسيط خالص، كان سعره 12 جنيه بس جميل قوي. هوريهولكم دلوقتي. وهنا كنت جايبة برضو رابسو واكياس كمان، اعزكم الله، دي اساسي طبعا معايا اهو. بصوا المعطر دوت ريحته بجد خطيرة خطيرة.